السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا ترى خللتوا اللفت ولا لسه؟ يلا بينا النهارده نخلل مع بعض اللفت وكمان معاه كرنبيت ونقول ازاي يطلع لونه جميل كده ومقرمش لاخر واحده. يلا نسمي الله ونبدا على طول. هنجيب اللفت يكون حجمه وسط او صغير، بلاش الكبير علشان ما يبقاش من جوه طري زي الاسفنجة كده ويكون شايخ. هنغسله كويس عشان ينزل اي رمل او تراب يكون فيه، وبعد كده عشان يطلع شكله زي الجاهز هنستخدم سكينة المخلل اللي هي المشرشرة كده وهنبتدي نقطع. انا هنا بوريكم حجم اللفت، الحجم اللي هو الوسط ده. وكمان اختاروها اللفتايه اللي تكون مدوره، ما تكونش بيضاويه كده ومسحوبه. كمان هنجيب واحده من الكرنبيت وهنغسلها كويس قوي وهنقطعها شجرات صغننه كده خالص. وطبعا بيتخلل مع اللفت وهو ني. بالنسبه للعيدان الخضراء دي اللي في اللفت، بناخد برضو منها السليم اللي ما بيكونش مقطع، اللي هي العيدان الناشفه السليمه، وبنخللها برضو بتبقى طعمها جميل جدا. ودي واحده من البنجر، هاخد منها قطعه كده وهاخد منها كام شريحه، هحط في كل برطمان شريحه واحده بس. بتخلي لون اللفت لونه روز كده وجميل. دول 4 كيلو من اللفت، حطيت عليهم 4 معالق من الملح وقلبتهم كده مع بعض وسبتهم تقريبا 3 4 ساعات. الخطوة دي بتساعد على ان المية الزيادة اللي في اللفت بتنزل، وبيكون اللفت نشف كده ومسك نفسه مقروش لاخر واحدة. بالنسبة للبرطمانات اللي بخلي فيها بتكون مغسولة ونظيفة جدا ومتنشفة، وبعقمها بشوية خل. يعني كل برطمان بحط فيه معلقتين 3 خل وبرجهم كده وبصفيهم. ويفضل نستخدم البرطمانات الازاز بلاش البلاستيك. اما عن الميه بكون غلياها من الصبح او من بدري وبسيبها تبرد. وهنا بجهز المحلول، بحط على كل لتر من الميه 3 معالق كبار بس من الملح، لان طبعا ما تنسوش كميه الملح اللي احنا حطيناها على اللفت. وببتدي اقلبهم كده مع الميه، ما بحطش لميه تخليل اللفت اي اضافات غير الملح ومعلقه واحده من السكر. يعني لكل لتر واحد من الميه بحط 3 معالق كبار من الملح ومعلقه كبيره من السكر. والسكر ده يعتبر مادة حافظة وبيساعد على ان اللفت يفضل مقرمش وماسك نفسه كده لاخر واحدة. ببتدي املى البرطمانات باللفت وكمان الكرنبيد والعيدان الخضراء اللي احنا قطعناها، وبكبسهم كويس قوي، يعني ما بخليش فيها فراغات لاي هواء. بحط كده المخلل، وال4 كيلو طلعوا زي ما انتم شايفين كده برطمانين كبار واحد صغير. والميه اللي بتنزل دي بوزعها برضو على البرطمانات. بعد كده بزود المحلول اللي احنا جهزناه لحد لما املى البرطمانات لحد الاخر. واهم حاجه نغطيهم بغطا محكم، ولو الغطا بتاعنا مش محكم قوي بحط كيس او استرتش. وبعد كده بحط الغطا بحيث ان انا ما ادلوش اي فرصه ان هواء يدخله ويطوله، لان طبعا الهواء لو دخل بيفسده. 3 4 ايام وبتجي تاكلي منه على طول. وشايفين ده لسه ما قعدش خالص ولا ربع ساعه. شايفين لونه عامل ازاي؟ لونه جميل جدا جدا، بيطلع لونه وردي وطعمه لذيذ وملحه مظبوط وكمان مقرمش لاخر واحده. بس كده خلينا اللفت باسهل طريقه. يلا تشجعي واشتري كميه وابتدي خليه. احلى لفت موجود دلوقتي في السوق خصوصا بعد المطر. وكل سنه وانتم طيبين، رمضان قرب، خليله شويه كده ينفعوكم في رمضان. المخللات بتبقى طعمها لذيذ جدا في الفطار وفي السحور كمان. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله فيديوهات احلى. شكرا ليكم، سلام عليكم.